انا ابن اختي مات بال 2013، ابن اختي الثاني مات، اولاد عمتي اثنين بالسجن. ما بدي اتذكر لانه انا مجروح. بمشي بالطريق بيقولوا لي مرحبا استاذ، بس ما بيعرفوا شو صار بي الاستاذ. الجنازير طلعت بايدينا ورجلينا، امهاتنا وابونا، وعرضنا ينسب. تقول لي فنان، فنان شو؟ يوم اجى السجان وفتح الباب واهاني ويتمسخر علي انا قدام المساجين كلها، ويقول لي يا بتعترف يا بدنا نجيب امك واختك ومرتك. هيك كنا نقعد نشوف الطاقة ندير وشنا، كنا نقعد هيك تنفتح الطاقة يقولوا ديروا وشكم نوقف هيك. هي أكبر دليل الحيط يلي كتبت اسمي بأظافيري، بأظافيري. لا بعرف مرتي وين ولا أولادي وين. أنا عمتي ماتت هون وعمتي ماتت هون، أنا ولا بعرف كيف. أنا أولادي اثنين تقوصوا، واحد بخاصرته وواحد براسه من النظام. بالليل إذا تضايقت بدك تفوت على الحمام، بدك تطوش إيده لتفوت، ممنوع. مريض سرطان بيقول له السجان مشان الله أنا معي سرطان، تعرف شو بيجاوبه السجان؟ بيقول له ليش تجيبه معك؟ بدك تبصم على أقوالك. أنا بصمت على ورق ما بعرف على شو. زوير رمضان رجعني مرة ثانية لهون. من قلب فرع الخطيب، الفرع اللي وجع السوريين وآلمهم وخوفهم كلهم، بس الغريب انه بهذا الفرع شمل كل السوريين بدون استثناء. حتى يمكن اكثر قصة غريبة تسمعوها اليوم انه شمل الفنانين كمان. اليوم معي الفنان بسام دكاك. مرحبا. 100 مرحبا، اهلا وسهلا فيك. اول شيء شفت دموعك من اول ما فت لهون، بس لازم نحن نكون مبسوطين اليوم خلصنا من الظلم وخلصنا من كل شيء، ومبروك الحرية. مبروك للشباب اللي حررونا، مبروك لسوريا الجديدة، سوريا بدون طوائف، بدون محسوبيات، بدون واسطات. الفقير مثل الغني والكبير مثل الصغير. ان شاء الله ترجع سوريا احسن من اول يا رب. يمكن الناس ما بيعرفوا الظلم اللي عشته، القصص الصعبة اللي عشتها، ويمكن هذا المكان شهد على أيام كثيرة من حياتك ووجعك كثير. خبرني عن هذا المكان، شو اللي صار معك بالضبط؟ هلا انا اول شيء كنت مختار منطقة دف الشوق بريف دمشق، وباندلاع ثورة الشباب بال 2011 كانوا يطلعوا بمحبة ومودة، حتى كنا نرش عليهم الرز وانا مختار. بال 2012 اشتدت اكثر، مطالبنا هي الحرية كانت من البداية. استشهد أول شهيد من الأبطال بحارتي اسمه حسين جارية، وأنا شيعته وهتفت بدون تصوير، والفيديو موجود معي. يعني حفظا على الشباب، لأنه كان بيناتنا كتير ناس. ب 3/5/2013 اجوا لعندي وأنا مختار، وكنت بأثناءها بمشفى ابن النفيس عم عالج عائلة ما بعرفها يشهد الله. في عقيد قال عازمك على كاسة شاي، قلت له ما بحب الشاي، قال عازمك على قهوة. ب 13/5/2013 أخذوني على الحمدية، نزلوا كل العناصر، بقيت لحالي بالسيارة. فيبدو بدهم حدا من الثورجية الأحرار، ما لقوه، فرجع لعندي قال لي ما هربت؟ ليش لا أهرب؟ جابوني. المهم بالطريق سألوا روح على الخطيب ولا على ال40؟ قال له لا على الخطيب. وهون بلشت الموضوع. بدهم ياني اني اعترف على الشباب الابطال اللي كانوا موجودين معي من اولاد حارتي، وانا ما كنت اعترف على حدا. ابو مهاوش الميداني، حسين جارية، ابو حمزة، كثير ناس، ما اعترفت على مخلوق ابدا. تميت بهذا المكان 10 اشهر بالضبط. طبعا مو هون، هلا بدلك على القرنة اللي كنت نايم فيها. 10 شهور فنان بقي معتقل. نعم، طبعا معتقل بكل معايير الاعتقال، من الذل والإهانة والمسبات والضرب. وانا بمشي كنت بالطريق يقولوا لي مرحبا استاذ، كنت اعمل لقاء ابكي. العالم قلت لك ليش عم يبكي، بس ما بيعرفوا قديش انا مرمطت بهذا المكان. لقاء ما اعترف. اللي حرروني اول شيء حرروا عائلتي. انا زوجتي كانت تطبخ للابطال بالحار، واهل الحي بيعرفوا.
انا اولادي اثنين تقوصوا، واحد بخاصرته وواحد براسه، الله حمالي اياهم. ومن النظام، من النظام سيارتي هي عباره عن قضيان حاجه اخذوها بحجه اني عم ننقل فيها اكل وشرب للارهابيين. تهمتي شو هي كانت؟ ايواء ارهابيين. امراه واطفال جاي لعند مختار بدها تنستر بزتها بالشارع، هي كانت تتهم. تشكيل عصابات مسلحه هن على اساس ملائكه من السماء. انا الدخان انطفى بظهري، السيجاره انطفت بظهري، وقال لي هاي الورق جنبك لحجيب لك ورقه تشوف. هاي الورقه بدك تبصم عليها، بدك تبصم على اقوالك. انا بصمت على ورق ما بعرف على شو. اولوك شيء ما قلته؟ طبعا طبعا. بدهم ياني اعترف على الابطال اللي حرروني، يلي يخلوني ارجع كرامتي. سنه وعشرة اشهر من هون لاداره امن الدوله طلعت ممنوع من وظيفتي، راتبي توقف، فنانين ممنوع اشتغل، فوت على التمثيل شي على الفنانين يقولوا هذا ارهابي وانا ساكت. انا ابن اختي مات بال 2013، ابن اختي الثاني مات، اولاد عمتي اثنين بالسجن. انا ما بدي اتذكر، قلت لك ما بدي اتذكر لانه انا مجروح. بمشي بالطريق بيقولوا لي مرحبا استاذ، بس ما بيعرفوا شو صار بي الاستاذ. قديش انزل، قديش انسوح فوق عمي هدول. الجنازير طلعت بيدنا ورجلينا، امهاتنا وابونا، وعرضنا ينسب. تقول لي فنان، فنان شو؟ تخيل اني تكرمت بالعراق، كرموني، حوربت. ساكن منطقة شعبية، ما ساكن لا بالمالكي ولا بالمزة. من هون بتعرف الفرق بيني وبين الفنانين الثانيين. أنا هلا باخذك على منطقتي، فيها العامل والفلاح والمثقف، بيئة فقيرة جدا، وأنا قلت بسكن مع هدول الشعبيين أهم لي، بدهم ياني يعترف عليهم. هلا بفرجيك صورته لمهاوش الميداني، ابن حيي، كيف بدي يعترف عليه؟ ولا الشهيد حسين، ولا الشيخ أبو معاذ، كيف بدي يعترف عليهم؟ يلي حموني وحموا بيتي وحموا عرضي، كيف؟ بأنو دين وبأنو الشرع واحد عم يناضل ليجيب لك حريتك، كيف بدي اعترف عليه؟ ولا شخص اعترفت عليه وانا مسؤول عن كلامي، ولا واحد دخلته سجن ظلم بسببي وانا مسؤول عن كلامي، ولا شخص بمنطقتي تحديدا. انا الناس عم تنشر انه كان معنا بالخطيب، كانوا يطلعوا من التعذيب 160 ضرب على رجلهم هاد، كنا مسمينه الاخضر الابراهيمي هاد، 160 ضرب و200 ضرب. يجي هيك رجليه نقول له اعمل هيك، وكت له مي البارده وطبطب له عليه لحتى ما يصيبه غرغرينا. واللي كان موجود بيصدق هذا الكلام وبيعرف هذا كنا مسمينه الاخضر الابراهيمي. عدا التشبيح وعدا المسبات. تخيل دكتور حاطط ايده على القصم انه يعالج المرضى، بتطلع سجين مريض، بتعرف اول ما بيشوف الدكتور شو بيساوي فيه؟ وشه على الحيط وبيضربه. هذا دكتور. بتعرف هي الطاقه بس تنفتح لازم يكون وشك على الحيط. ما تعرف السجان بأتفه الكلمات. الخبز اليابس، الخبز اليابس، صحن المربى اللي بيكون 60 70 شخص بالمهجع، 80 شخص بصحن مربى. شو على فكرة مش الواحد، نحن مسلمين وبنعرف الله وبنعرف كل الديانات، فيه الناس شرفاء وفيه الناس نضاف ومغلوب على أمره مثل ما نحن مغلوب على أمرنا، بس ما بيطلع بيدهم شيء. يعني كمان حط اصبعتك بعينك مثل ما بتجعك تجع غيرك. مو كل الدنيا عاطله، ببيت بتلاقي اخ منيح واخ مو منيح، بس هي الطاقه لذكريات كثير عندي، إلها كثير ذكريات. وقت يفتحها ويقول لك وشك على الحيط، بده يتسلى السجان بالليل، بيفتح الطاقه بيقول لك طلع بالحيط واعتبره شاشه تلفزيون وعم تتفرج على فيلم اكشن، وبدي اسالك على الفيلم. هي امثله من اللي صارت معنا. سبونا، بهدلونا، هانونا، ما خلوا شيء ما عملوا فينا، ونحن ما لا حول ولا قوة. أنا محروق قلبي بس من هالشخص اللي طفى السيجارة بظهري. أنا شو عامل له؟ شو عامل له بس ليطفي السيجارة بظهري؟ أنا هي الرجل وهي الرجل كبلين نحطوا فيهم على بلاط ومي، ما يعني كهرباء. بتعرف شو يعني كهرباء؟ وانت عاري
شو عامل لك؟ لقاء أن يعترف على المجاهد أو البطل أو الحر، ما بدي يعترف. أنا فقير عايش كرمال كرامتي وحريتي، والله يبارك بها الشباب من كل المحافظات القطر اللي قعدوا لي إلي أنا تحديدا، اللي بيقولوا لي فنان وممثل كرامتي وحريتي. تعال فرجيك المهجع كنت نايم فيه هلا، رقمه 26. كنا نايمين 85 واحد، 85 واحد. مهجع 26 هذا هو، هذا مهجع 26 كنت فيه، وهي الطاقة اللي كانت تنفتح ويقلنا وشك على الحيط. هون المطبخ اللي كان يتعذبوا فيه، وهذا الحمام كان ينكتع مي باردة على السجين أو المعتقل ويجيبوا له هون. هذا المطبخ كان يقعد هون طبعا، وهي السياخ كان فيها جنازير، كان في جنزير هون يتشبه عليه المعتقل هون، ويكون نحن بهذا المهجع عم نسمع استغاثاته لله ولرب العالمين. وهن كانوا يتقصدوا يكون قريب منكم كرمال تسمعوا؟ كل المساجين نسمعهم، يعني حتى النساء اللي كانت موجودة والأطفال اللي كانت موجودة. أنا بهاي القرنة تحديدا كنت نايم هون، ويمكن إذا طلعت بالحيط بتلاقي اسمي مكتوب. هي أبو عصام اللي كان معي، كتير أسماء موجودة هون بهالقرنة تحديدا كنت أنا نايم. وهذا الحمام اللي كنا نفوته، 85 شخص كانوا موجودين هون، 85 واحد. بهالزاوية هون مات شخص، هون مات شخص، هون من بقين موظف لا ناقة ولا جمل، هون مات، هون بهالزاوية، هون بهالقرنة. هون أنا كنت نايم هون، يوم إجا السجان وفتح الباب وأهاني ويتمسخر علي أنا قدام المساجين كلها، ويقول لي يا بتعترف يا بدنا نجيب أمك وأختك ومرتك. هون يكتوا علينا المي الباردة. هون أنا هون كنت نايم بهي الزاوية تحديدا، وإذا فيك تطلع بالحيطان بتلاقي اسمي مكتوب لأنه حفرته بأظافيري، بالأظافر هون. والله نمت وطلعت بكرامتي وشرفي، ولا اعترفت على مخلوق من الثوار والأحرار اللي كانوا بمنطقتي. وهي صورهم معي كلهم انتقلوا إلى رحمة الله على يد الضلالي الكافر يلي أخذ أموالنا وضحكوا علينا. وهن هلأ وين ونحن وين؟ بس نحن اللي عايشين وهن اللي حيموتوا. وما أذيت شخص، واليوم وبكرة سوريا حرة، وأنا سوري حر وبدي أرفع راسي للسماء بغض النظر شغلتوني ما شغلتوني، انتوا أحرار. المهم نحن انتصرنا بهمة رجال القبضايات، انت يعني حققنا اللي بدنا إياه. أنا في ناس شفتها أمامي عم تموت، أنا مأسني، يعني ناس حاملينها على البطانية. تخيل كلمة ما بتروح من أذاني أبدا. مريض سرطان بيقول له السجان مشان الله أنا معي سرطان، تعرف شو بيجاوبه السجان؟ بيقول له ليش تجيبه معك؟ شوف الاستهزاء، يعني الاستهزاء بهالمواطن السوري لوين. مريض سرطان، دكتور قلت لك مريض يطلع لبرا بيضربك الدكتور اللي حاطط ايده على القصم اللي متعامل معهم. هي الإهانة اللي كنا عايشينها، وما في أي تهم حقيقية، كله ولا في افتراء. يا سيدي بتفوت من الباب تهمتك محفوظة وموجودة. هاي الكاميرات شايفها، هاي كانت موصولة عند رئيس الفرع. أنا كنت أقول للمساجين إذا اوعوا تحكوا، في عواينية معكم بالمهجع. هاي الكاميرا بكل مهجع في كاميرا مثل هاي، إذا بتعطس إذا شو بتساوي شايفينك، أي حركة. أنا في ناس كون جاي من التعذيب لهون قل لهم اوعوا مشان الله لا تحكوا، داويهم لأنه في عواينية. لك تخيل واحد معتقل بيكون عوايني لهم لسه. لك لا وين لك شو بدك توصفه لهذا الشخص؟ شو بدك توصفه؟ لك أنا وياك قاعدين على بلاطة واحدة عم ناكل ونشرب من نفس الكاس، تطلع بتشتري علي؟ هي الكاميرات بكل المهاجع كانوا يقدموا امتيازات للي بيعمل هيك يعني، او مصالح؟ بيحطوه رئيس مهجع، بيفتح الطاقه باب يدير وشه، يعني هي شو بيفوت على التواليت امتى ما بده. تخيل بالتواليت يا سيدي لل10 بدك تكون خالص ابدا. في مهاجع او في سجون بالرابعه الفرقه الرابعه لهون تابعه. انا تهمتي ايواء ارهابيين، تكتم على جنايه قتل، مساعده ارهابيين.
شو هن الارهاب يا رجل؟ واحد عم يطالب بحريته، شو هي الارهاب؟ طلعوا اولاد البلد. لك شو هو الارهاب؟ عم نسمع هلا، عم نشوف على التواصل الاجتماعي المؤامرات الدنيئه من قبلهم بالسياره اللي تفجرت بالازاز وراح ضحايا مشان نقول الارهاب. انا ما بنكر كل الشعب السوري كان يطلع بالصرمايه بالمسيرات، لانه ما بتطلع بينكتب فيك تقرير مثل ما صار فيني وبغيري وبغيراتي. انا بدي اقول كلمه اخيره، هذا المكان ان شاء الله بنجي بالفرح، ما بنجي بالاهانه، لانه انا نهنت كثير وانطفى الدخان وانسبيت وكل معايير الاساءه اكلتها. كنت اعمل لقاء وابكي، يقولوا لك ليش عم تبكي؟ في غصه بالقلب، في حرقه بالقلب، في حرقه بالقلب. في فنانين احرار، بس ما بيسترجوا يحكوا، وفي ناس شرفاء بس ما بتسترجي تحكي. انا لهلا متحرر سوريا على يد الابطال، لهلا بمشي بالطريق اذا واحد بيطلع فيني بخاف منه، فكروا مخابرات. لهلا انا وقت طلعت لك اسال، هلا باخذك لعند اختك ام عماد اللي هي زوجتي الله محيي اصلا، اللي طبخت للمجاهدين. اول ما طلعت هيك تربيت بحضنها، قلت لها مشان الله جايين ياخذوني. تبكي تقول لي يا ابو عماد روق، الا ليكم جايين. انا كنت شوف واحد لابس عسكري هيك عمل. بعد ما طلعت انا سنه و10 اشهر تميت سنتين الحاله النفسيه عندي. يعني تخيل كهرباء برجليك ودخان ينطفى فيك وتنسب امك وتنسب اختك وانت عم تسمع الصرخات والويلات. هون هي البلاطه، يا ما حامل منا ميتين. استاذ بسام، عندك مطلب معين بمقاضاة الناس اللي كانوا يعذبوك؟ وبدي احكي كمان عن الفنانين اللي اذوك ووصلوك تقول لهالقصص. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فقط. سامحهم. حسبي الله ونعم الوكيل. سامحت زهير رمضان؟ حسبي الله ونعم الوكيل بس بكل شخص ظلمني، وكل شخص ظلم هالبلد وشباب البلد ونساء هالبلد وأطفال هالبلد. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كل واحد ظلم وهو كان مقتنع انه عم يظلم. انا قلت لك هذا المكان فيه منيح وفيه عاطل، وانا بقولها وبناشد كل العالم، ليس كل سجان هو مأذي. انا كان في سجانين حرام، يشهد الله يسمعوني مرضت انا ولا غيري بدون ما حدا يدرى، من خوفه على حاله بتقول هي وبتقول هي. وفي ضباط شرفاء بيحبوا البلد، مشان ما نقول الكل، وانا اذا مسؤول عن كلامي. مثل ما انت ببيت وانت اب عندك ابن بيسمع لك وابن ما بيسمع لك، واللي بيسمع لك بجوز لانه خايف منك، لانه ما له مقتنع باللي عم تقول، بس لانه انت ابوه عم يسمع لك. هيك صار فينا. في ضباط شرفاء واحرار، واكبر دليل ليكم موجودين، ما طلقوا طلقه ورحبوا بالشباب واهلا وسهلا. اما اللي اذوا بدنا نشوفهم بالمرجع، السجانين اللي اهانونا، الضباط اللي سبونا، هدول بدنا ناخذ حقنا منهم. باذن الله، الله كبير ورح تاخذوا حقكم. الحمد لله اليوم نصرة السوريين هي لحالها اكبر حق، ورجع انا والله العظيم والله العظيم وأهلها. شكرا من القلب من شخص نام على هون يشهد الله وعلى ما اقول شهيد. بهذا المكان كنت نايم هون، واللي فات هذا المكان رقم 26 بيعرف اني عم اقول الصح. ما اعترفت على شخص ولا اذيت شخص، وانطلب مني ورفضت، وانقدم لي مغريات وارتفضت، وقلت لهم مستحيل ما بعرف حدا. وزوجتي واهل الحاره بيعرفوا تطبخ بالليل. انا حميت حارتي كلها، ما صفي بيا بيت غير انا وزوجتي واثنين اطفال. واسال اهل الحاره كلها بيقولوا لك ما طلعوا لا احميلهم الحاره. هدول الابطال مو ارهابيه. انا هلا بفتح لك موبايلي وبفرجيك المحكمه شو كاتبه. المتهم بسام دكاك بتشكيل منظمه ارهابيه والتكتم على جنايه قتل وايواء ارهابيين، لك موجوده معي. قررنا تركه بعد سنه و10 اشهر، ليك موجوده معي. وكتاب الامن الوطني رفع الحجز الاحتياطي على امواله، على اساس عندي اموال انا المنقوله والغير منقوله، طلعت اموالي بس تبع الوظيفه. سنتين عم بوس الايدين مشان ارجع لوظيفتي طعمي اولادي. رفعت دعوه وقلت يا رب وكسبت الدعوه. لازم يعطوني 100% او 50%، يعطوني 25% من
انا شو بتراتب التقاعد؟ شو بفكرك باخذ هلا 300 و5000، عندي 6 احفاد وام شو بده يكفوني هدول؟ وتمثيل ما في، وهي عم قولها تمثيل ما في. بيجيبوك على 5 6 مشاهد 10 مشاهد بيعطوك 500,000، غيرك بياخذ الملايين. بس يعني اللي بفهمه من حديثك انه حتى الدراما كان فيها تسلط من قبل النظام. طبعا. طيب هلا معناتها اليوم ان شاء الله يعني متفائلين بمستقبل يا رب للدراما يا رب، لانه لا تواخذني الفن كان محسوبيات ووسائل. الضابط الفلاني بده فلاني، الضابط الفلاني بده فلان، هيك. بس هلا ما عاد في هذا الشيء ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رجانا بالله. يعني انا صار لي من ال85 بهالمهنه عدم مؤاخذه شاغر ادوار بطوله. بعد ما صار معي هذا الموضوع صرت اقبل بمشهدين وثلاثه واربعه. معلش مالي زعلان، بدي اكل بدي اشرب. بس انا تقول علي ماني ممثل؟ لا انا ممثل. وقفت مع مرفت امين، وقفت مع خالد تاجه، وقفت مع جمال سليمان، مع عبد الحكيم مخطيفان، سامر مصري، كل النجوم موقف معهم. وانا ممثل واخذ جائزه افضل ممثل، ويكون رمت بدول عربيه كممثل. بعدين هم مشت. زهير رمضان بابه مسكر مسكر. وبيعرفوا الفنانين، كان يقول لي دائما بنفيك لسابع ارض الي. انا لهلا بنام ببيتي لهلا وخايف، لهلا وحياة غلاوتكم لهلا خايف هلا ببيتي. ما عاد في خوف. انا ما ان شاء الله ما ضل خوف. انا ما بخاف الا من الله جل وجل عز، بس جل جلاله. بس انا بخاف لا سمح الله من بلاء الناس. انا بمنطقه يعني فيها المنيح وفيها القبيح. يعني مين نشر المخدرات ببلدنا؟ مين؟ اكيد النظام. مين نشر المخدرات بالوطن العربي كله؟ بسوريا تحديدا. مين دمر هالشباب؟ ان طلاب الجامعه ولا المثقفين؟ مين دمرون؟ المخدرات. مين؟ هون بتذكر كتبنا اسماءنا، انا كتبتهم. هاي بسام، ها شوفها، ها كفو يا بسام. شفتها 1 سنة و10 أشهر والله هون على هذا الحيط. لم تنظلم. شوف التاريخ 22/3/2015 يوم طالعونا والله 14 حولونا على الإدارة. هي اسمي تصور، هي شايف هذا الحيط؟ هدول السجناء بيعملوها لحتى يحسب الأيام كم يوم. هي أبو عماد اللي هو أنا كتب لي إياه المرحوم قبل ما يموت الله يرحمه. بس مين كمان؟ بصمات. طيب يعني بعد ما تكتم على أطوالك، بعد ما تكتم على أطوالك إيدك حبر بدك تمسحها، شو بدك تساوي؟ عشان ما حدا يزاود. هي القرنة هون هيك كنا نقعد نشوف الطاقة ندير وشنا هيك. كنا نقعد هيك تنفتح الطاقة يقولوا ديروا وشكم، نوقف هيك نوقف. ممنوع تشوف السجان أو تشوف شخص. هون هي أكبر دليل الحيط يلي كتبت اسمي بأظافيري. لا بعرف مرتي وين ولا أولادي وين. أنا عمتي ماتت هون وعمتي ماتت هون، أنا ولا بعرف كيف. هذا الحمام له ذكريات كتير. ممنوع أكثر من عدات 10. ممنوع بالليل إذا تضايقت بدك تفوت على الحمام، بدك تبوس إيده لتفوت. ممنوع. دائما بالشرط ما بنعرف شتاء، ما بنعرف برد، ما بنعرف ليلنا من نهارنا.